من أراد أن ينصره الله على كل ظالم وأن ينجيه من الظلم، الوقاية خير من العلاج، فعليه بثلاثة أدعية. الدعاء الأول هذا دعا به الحسن البصري رضي الله عنه حينما أمر الحجاج بن يوسف الثقفي أن يقبضوا على الحسن البصري، فبمجرد أن دخل عليه الجن قالوا له إن الحجاج يستدعيك، وعلم الحسن أن الحجاج ينوي إعدامه، فبمجرد أن دخل على الحجاج دعا بهذا الدعاء، وأرجو منكم أن تحفظوه وتجعلوه في أذكار الصباح والمساء، وتدعوا به مرة واحدة بعد كل صلاة، حتى ينجيكم الله أنتم وأهل بيوتكم من الظلمة ومن الفجرة ومن الحسدة الكسدة الفسدة. دعا في نفسه قائلا: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم يا ولي في نعمتي، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل ما أخافه وأحذره بردا وسلاما على قلبي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. بمجرد أن دخل الحسن البصري على الحجاج، انتوا عارفين الحجاج في عتله، في عتوه، في كبريائه وبطشه، هلل له وبش في وجهه وابتسم له وضيفه وقربه وأخذ يدنيه منه حتى أجلسه على سريره. فلما رأى الحاجب هذا المشهد سار وراء الحسن، قال له: يا حسن، يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، فماذا قلت لربك؟ قال: حينما دخلت على صاحبكم ووجدت الشرر في عينيه ناجيت رب العزة بهذا الدعاء، وتلا عليه هذا الدعاء. الدعاء رقم 2 حتى ينجيكم الله من الظلم، رواه الترمذي ورواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان على أحدكم حاكم ظالم، مسؤول يعني مديرك في الشغل، حد لك عنده حاجة وبخس حقك فيها، والله الله أمرك. وفي الدعاء: ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. فإذا سلط عليك أحد الظلمة فقل هذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان، تسميه، ومن أحزابه من الجن والإنس، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. ثم اختم هذا الدعاء بقول الله: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رقم 3 يقول سيدنا سعيد بن جبير، وعلى فكرة الحجاج بن يوسف أعدمه، قتله، فالمهم سيدنا سعيد بن جبير يقول: إني لأعرف آية في كتاب الله في سورة الزمر ما قرأها أحد ثم سأل الله بعدها شيئا إلا أعطاه الله إياه. إيه الآية دي؟ احفظوها وحفظوها أولادكم. قوله تعالى: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قول الآية دي وبعدين سل الله ما شئت تفتح أمام دعوتك أبواب السماء ويتلقاها الله بذاته ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إياكم أن تكونوا في كشف الظالمين عند الله. كل واحد فيكم النهاردة يراجع حساباته، خاصة مع أهل بيوتنا ومع الأقرباء ومع ذوي الرحم ومع قضايا الميراث. كل واحد فيكم النهاردة يعمل جرد لحساباته البنكية ولجيوبه، يشوف فيها هل خالطها حق من حقوق العباد، لأن حسن الخاتمة ليس في أن تموت ساجدا، ولا أن تموت محرما، ولا أن تموت ملبيا، وإنما حسن الخاتمة الحقيقي أن تموت يوم تموت وذمتك المالية خالية من حقوق الآخرين. نسأل الله في هذه الساعة علها أن تكون ساعة إجابة. اللهم بجاه الحسين وأخيه وجده وبنيه وأمه وأبيه فرج عنا ما نحن فيه، اجعل يومنا خيرا من أمسنا.
واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أبعد عنا الظلم والظالمين، وقنا شر كل ذي شر يا رب العالمين، واغفر لوالدينا ولأمواتنا أجمعين. رب ارحمهم كما ربونا صغارا، وألحقنا بهم على خير حال يا رب. اشف أمراضنا واستر أعراضنا، ولا ينقضي هذا الوقت إلا وقد غفرت لنا وأعطيتنا سؤلنا وبلغتنا مرادنا وجبرت خاطرنا. اللهم اجبر خاطرنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا أرحم الراحمين يا رب. لا ينقضي هذا الوقت إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وقلب مسرور وحال ميسور وتجارة لن تبور. صلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله.